صباح كل حاجة حلوة. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة، وعايزة اقول لكم فيديو جامد. روتين كده صباحي هيشجعكم وهيحفزكم بامر الله. عايزة اقول لكم ان انا النهاردة معاكم اليوم بطوله، واخداكم كده من اول اليوم. قمنا كده سمينا بالله وصلينا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. قمنا كده ايه، كل الفيديو كده كله نشاط وحيوية وطاقة ايجابية. باذن الله تستفيدي منه وتتحمسي كده وتبقي كلك نشاط. اول حاجه كده صباحنا كده والصباح الملك لله، وقمنا كده فتحنا شبابيكنا وشغلنا القران بتاعنا وقمت على طول طحنا على الغساله على طول. حطيت الغساله دورتها وشغلتها، وقمت داخله بقى على طول على المطبخ. عايزه اقول لكم المطبخ بتاعي ما كانش يعني مكركب ولا حاجه، بس حصلت لي كارثه النهارده، بس الحمد لله اللي جت على قد كده. الحنفيه كانت مفتوحه، كانت الميه قطع عندنا والحنفيه مفتوحه، وغرقت لي بقى التربو وغرقت لي البطاطس والخضار، والمطبخ كان غرقان ميه، بس الحمد لله لحقت كل حاجه، الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. ومسكت المطبخ بقى روقته ترويقه تمام، او كركبته بقى مش عايزه اقول لكم، طلعت بقى السجاده اللي فيه وفضيت التربو كله والبصل وكل البطاطس وكل حاجه فيه، ومسكته غسلته ونضفته تنظيفه حلوه، والتوم طبعا اللي كنت زعلانه عشان التوم، بس الحمد لله لحقته برضه، مسكته كله ايه، حطيته على صينيه كده وحطه في الشمس. يلا بقى كده هنبدا كده، اول حاجه نعمل فطار مع بعض، هنعمل فطار حلو كده وسهل النهارده. جبت 3 حبات بطاطس كده بالليل، طبعا اللي كانت غرقوا في الميه، بس الحمد لله لحقتهم يعني. والله ربنا اللي بيسترها. انا قمت كده الحمد لله على صوت الميه الفجر. لقيت الميه يعني الحوض اتملى، مع ان الحوض ما كانش فيه اي حاجه، بس ما اعرفش ايه اللي كان مسدد فيه. الحوض اتملى، كان في طبق صغير خالص، يمكن الطبق ده اللي جه على العين بتاعه الحوض او على الصرف بتاع الحوض يعني كتمه. ولقيت بقى الحوض اتملى وكب بقى الميه ساعه ما الموتور دار. طبعا الحوض اتملى، قام بقى كب ميه طبعا، وقام كب بقى على السجاده، وقامت نازله على التربو، لان عندي التربو ايه تحت الحوض بشويه كده. بس الحمد لله اللهم لك الحمد، قمت لحقت الميه على طول وقفلتها، يا دوبك كان الحوض لسه مليان وبيكب، بس طبعا غرقي الحاجات اللي في التربو، بس الحمد لله والشكر لله لحقتها برضه. اللهم لك الحمد اللي لحقتها يعني. هنعمل فطار مع بعض كده حلو وبسيط النهارده كده ومغذي. جبت 3 بطاطسات زي ما انتم شايفين، وقطعتهم بس طرنشات كده، وحطيت عليهم طبعا الطرنشات رقيقه مش تخينه قوي، وحطيت عليهم شويه ملح صغيرين وشويه ميه، وحطيتهم ايه يتسلقوا، انا عايزاهم يتسلقوا بميتهم كده، بحيث ان الميه تشرب، البطاطس تشرب شويه الميه دولت، ومش هزود ميه كتير، عشان هنهرسهم بقى كده بحته قشطه كده وحته سمنه، والله على الجمال. كان عندي كمان ابني راح جاب لنا عجينه طعميه كده، ومسكت حته ايه، قلت هنحمر حته الفطار او هنقلي حته الفطار، ونحط الحته التانية في الفريزر لوقت تاني يعني او ليوم تاني. مسكتها بقى طبعا الزيت سخن كده، وقمت حاطه بس حبه كربونات صغيرين خالص، ما تكترش في الكربونات، حبه صغيرين كده. وبدات ان انا اقلي الطعميه بتاعتي زي ما انت شايفه كده قدامك اهوت. ما شاء الله طلعت خفيفه وطلعت قبه، وما شاء الله زي العسل. عايزه اقول لكم بقى، انا عايزه اعرف انتوا ما بتحطلوش اللايك ليه؟ اكتر المتابعين او اكتر المشاهدات ما بتجيليش من المتابعين. كل المتابعين الموجودين عندي ما فيش مشاهدات خالص، مع ان انا بدخل الفيديو لاي حد، وعلى الاقل يا شيخه بسمع يعني، لو هتسمعي حتى 5 دقايق من الفيديو لو الفيديو طويل، اثبتوا حضورك، حطي لايك، اعملي تعليق، او التعليقات يعني، او اللايكات، مفيش لايكات خالص، بتلاقي ما شاء الله نسبة تعليق كتاب بس مفيش لايك. ليه يا حبايبي؟ حطوا لايك، لو ما كناش هندعم بعض، مين اللي هيدعمنا؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى فوق كل حاجة، بس احنا لازم نقف جنب بعض علشان خاطر، لو كل واحد او كل واحدة راحت شافت بس نص مشاهدة وحطت لايك، صدقوني كلكم هتترفعوا، كلنا هنرفع بعض. يلا خلينا في المهم، انا كده قليت الطعميه بتاعتي، وطبعا كان عندي بلح اسمر، غسلت شويه بلح اسمر كده زي ما انتوا شايفه، وبطاطس بقى هرسها حته سمنه صغيره كده وحته قشطه زي ما انت شايفه، القشطه اللي عندي كانت من وش اللبن، هحطها لسه تقريبا. ومسكت بقى شويه فلفل اسمر صغيرين، ومسكت هرست البطاطس بتاعتي دي، كانت تحفه، كان طعمها والله العظيم خطير. بطاطسين صغيرين بس كده على قد الفطار مش كتير، وكمان البطاطس مغذيه ومفيده كمان على الفطار. اهي القشطه معايا اهي، كانت حته قشطه كده عندي من وش اللبن، ما شاء الله كانت سمينه وحلوه. قمت ايه، قلت احطها على البطاطس تدي طعم وكمان مغذيه يعني. طبعا البطاطس بالقشطه المهروسه دي تحفه بقى، لو عندك شويه بابريكا بقى الله عليه، تبقى جميله كمان بالبابريكا، او الشطه الحمراء الناشفه، يا دي يعني. خلاص هو ده كان ايه الفطار بتاعنا بس كده، وحته جبنه قديمه وحته جبنه بيضه، وهو ده كان فطارنا النهارده، وشويه عيش طري بقى كانوا لسه جايين ما شاء الله، كان طري لوبيا ما شاء الله اللهم بارك، زي العسل زي ما انت شايفه كده اهو.
وده الفطار بتاعنا. هنروح نفطر بقى وعشان نشوف اليوم بتاعنا النهارده حافل، يوم طويل. انا معاكم من اول اليوم النهارده، من اول ما صحيت من بدري النهارده، تصبيل لغسيل لعمايل فطار لعمايل اكل. الفيديو حلو والفيديو يستاهل، ويا رب بقى اشوف منكم مشاهدات حلوه كده ولايكات حلوه. زي ما انت شايفه كده دخلت بقى على طول على الحوض، كان عندي شويه مواعين في الحوض كده، طبعا بمواعين الفطار بقى اللي فاضلين، وكان ايه كام طبق كده ايه في التلاجة، طبعا طلعتهم فضلت اللي كان فيهم، يعني قلت اشطفهم بالمره واغسلهم قبل ما نخش على الغدا بتاعنا. عايزه اقول لكم ان انا عامله لكم حته وصفه النهارده للغدا بقى حلوه حكايه، وصفه التوفير بقى وفيديوهات التوفير. عايزه اقول لكم هنبدا في سلسله التوفير بقى. يلا معايا بقى كده، خشوا وتشجعوا وشوفوا الفيديو للاخر، عشان خاطر الوصفه دي لو مش شفتهاش هيفيدك كتير. وصفة حلوة قوي هتعجبك قوي، هنعملها كمان من ربع فرخة بس، صدر الفرخة بس هتعملي منه وليمة. لو عندك صدر فرخة كده هتعملي وليمة وجميلة قلبك. والطريقة تحفة، وكان الطعم حكاية، وهتتغدي كمان وتتعشي كمان انت وولادك. صلى على الرسول، اهم حاجة تحطي لي لايك كده حلو، وانزلي تحت في الكومنتات وصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. غسلت المواعين بتاعتي بقى وخلاها زي الفل كده، وايه، والمسحه اللي جنب الحوض بقى، والمسحه اللي فوق الحوض، والحنفيه، وكل ده طبعا احنا مش هننساه، كل ده تحت ايدينا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم النهارده كان طويل، يعني انا كنت معاكم وانا كنت قايمه النهارده من بدري، وقمت على طول شغلت الغساله وعملت كله جنب بعضه، فطار وغدا ويعني اليوم العاده او الروتين بتاعنا الطبيعي. بس طبعا صورته معاكم كله، فكان طبعا اليوم طويل بالنسبه لي، لان التصوير ده كلكم عارفين التصوير بيبقى مهلك قد ايه. بس مش مشكله، انا قلت اصور، ان طبعا ما عملتش روتين من بقالي فتره كبيره، فقلت هعمل الروتين. طبعا انا كنت سبت القناه، يمكن انتوا شفتم، قعدت اكتر من سنه ما نزلش عليها اي حاجه، لان بصراحه كان يعني اقول لكم ايه، نفسي سدت من ناحيتها كده. بس ما اعرفش، سبحان الله شيء الهي كده شجعني ان انا اقوم تاني، وفي برضو حبايب ليا شجعوني وقالوا لي لازم تكملي ولازم ما تسيبيش القناه وده انا بعمل اللي عليا. وبعدين يا جماعه انا بحبها، انا بحب قناتي وبحب شغلي وبحب بيتي وبحب الروتينات بتاعتي، ما بحبش ابقى قاعده كده وخلاص يعني. وربنا يكرمنا، وعلى امل ان ربنا يكرمنا ويوسع علينا يا رب، ويرزقنا منها الخير يا رب، اللهم امين. وده احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. إيه لازم، انا عايزه اقول لك كمان، اما تقومي كده تشجعوا وتعملوا روتين او تعملوا وصفه او اي حاجه، يعني سبحان الله نفسك بتتفتح. وغير كده وكده كمان، لما بتلاقي مشاهدات او بتلاقي حتى تعليقات حلوه من ناس حلوه، من ناس جميله زي الناس اللي معايا برضو ما شاء الله، التعليقات بتفتح النفس برضو، والتعليقات بتشجعك، ولما تلاقي مشاهدات بتشجعك تعملي تصوري وتنزلي وتمنتجي، بتتصوري، كل ده بيشجعك تشجيع. فالله المستعان، وربنا يوفقنا جميعا يا رب، ويوفق كل اصحاب القنوات الصغيره، ويبقوا يا رب من اكبر كده القنوات ان شاء الله بامر الله. وهو ربنا ما بيسيب ما بيضيعش تعب حد، بامر الله مش هيضيع تعب اي حد. غسلت المواعين بتاعتي ونضفتها. طبعا الصينيه اللي كنت بغسلها ديت اللي كنت عامله فيها الوصفه بتاعت امبارح، والله العظيم وصفه جميله يا جماعه، اعملوها تحفه وطعمها حلو قوي، والله اتغدينا وتعشينا كمان، وموفره جدا. وزي ما قلت لكم شوفوا، كنت باربع بيضات بس، اللي يعتبر التكلفه اربع بيضات، اشتري اربع بيضات بس. لكن عندك الخضار طبعا في البيت، عندك البطاطس، عندك الطماطم، البطاطس، البصل، كل حاجه يعني موجوده الحمد لله. وصفة النهاردة برضو حلوة ان شاء الله هتعجبكم. طبعا وصفة حلوة قوي، هنعملها ايه، اهو صدر فرخة واحدة اهوت، الصدر بس بتاعي كمان انا هاخد منه بس اللحم، وهسيب كمان العظمة بالكتف كده، هعملها بقى على اي حاجة تانية، هحطها كده مع حوايك في صينية بطاطس. مفيش حاجة بتترمي عندنا، انا مش برمي حاجة، كل حاجة ما برميهاش، كل حاجة الحمد لله الواحد بيستفيد منها وبيعمل منها وصفات، والحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. التوفير حلو يا جماعة، اما نوفر احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا، والدنيا غالية والعيشة غالية، وده احنا بنلم على قد ما نقدر عشان خاطر نساعد نفسنا ونساعد بيتنا ونساعد ولادنا، هنعمل ايه. يعني جبت طبعا 3 بصلات كده متوسطين او 4 تقريبا صغيرين، البصل مش كبير يعني، وابشرهم في المبشره. طبعا انا لو عندي الكبه، طبعا الكبه بتاعتي تعبانه مرضى شويه، فما بينفعش ان انا اعمل عليها اي حاجه، هي بايظه من زمان وركناها، يعني هي زي قلتها. فطبعا مشغله المبشره اللي معايا ديت مساعداني في حاجات كتير قوي. بشرت البصل كده معايا بقرن فلفل احمر زي ما انتم شايفين، وبدات جبت بقى ايه الطاسه بتاعت الحلوه ديت اللي مش بستغنى عنها، ولعت البوتاجاز وحطيتها على النار، وحطيت فيها 3 معالق زيت او معلقتين زيت،
وهنزل بقى بالبصل بتاعي اللي انا بشربه. طبعا عندك الكبه هتفرمه كله في الكبه وتريحي نفسك، مش هيتعبي قلبك زي ما انا قلبي متعوب كده. بس الحمد لله. دي بقى فلفل سبايسي كده او شطه سبايسي لو انت حابه، يعني حطيت حته صغيره بس عشان إيه انا بحب الاكل يكون سبايسي شويه. همسك بقى البصله كده هحطها على النار تدبل شويه معايا لحد ما نروح بقى نشوف هنعمل ايه في الصدر بتاعنا الحلو ده. اهو سيبها بقى كده مع نفسها تدبل خمسة، ونروح على طول على الصدر بتاعي. الصدر اهوت ما شاء الله، هو كان ما شاء الله صدر كبير، ما هو صغير يا جماعه. الفرخه دي كانت حوالي 2 كيلو ونص، كنت واخده منها كتف بس كده، الصدر بالكتف كده. طبعا زي ما انا كنت قايل لكم قبل كده في فيديو المشتريات والميزانيه وكده، ان انا بعين الصدر ده اعمل منه كفته، اعمل منه بانيه، اعمل منه ما شاء الله والله بيوفر وبيطلع لي كميه حلوه، ممكن يعني يطلع لك على قد وجبه. بس والله النهارده الوصفه اللي انا عاملاها النهارده ديت عملت لنا العيال اتغدوا، يعني اتغدينا وفوق العشاء كمان، الصينيه ما شاء الله بقت نصها. يعني يومين اتنين اهو توفير. امبارح برضه عملت لكم الفيديو اللي قبل ده، برضه كان فطار وغدا، كان قصدي غدا وعشاء. والفيديو ده برضه نفس الطريقه، غدا وعشاء برضه توفير. مفيش اكتر من كده بقى، مش هتقومي يعني تقومي هاتني اهم غدا وهاتني اهم العشاء واحنا فكرنا في الطاقه دي والطاقه التانية ايه. لا والله كلها طاقه واحده وكلها توفير وما شاء الله. طبعا انا زي ما قلت لكم ان الكبه عندي بايظه، فانا هعمل ايه؟ انا جبت الخلاط بتاعي اهوت، شفشق الخلاط، بس همسك طبعا الصدر الاول اقطعه كده، وهمسكه اقطعه مكعبات واحطه في الخلاط. طبعا دي نص كوبايه ميه ساقعه متلجه عشان تفرمها كويس معاكي. جيبي نص كوبايه ميه ساقعه متلجه وحطها على الخليط او على صدر وفرم بقى في الخلاط، هتتفرم معاكي وهتروح لك بسم الله ما شاء الله اكنك عاملاها في الكبه بالظبط. ما احنا لازم نصرف نفسنا، ما عندناش كبه مش هنعمل يعني وفراخ مفرومه وهنفرم فراخ، والله لا نفرم فراخ وهنعمل كل حاجه كمان. طول ما فينا عقل وفينا دماغ هنصرف نفسنا وهنفكر. ما شاء الله نزلت طبعا البصله بتاعتي دبلت شويه، قمت بقى نازله على طول بالفراخ بتاعتي في قلب مع البصله كده تتشوح بقى وتاخد الريحه حلوه. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. زيدوا النبي صلوا يا جماعه وصلوا على حبيبكم اللي يشفع فينا ان شاء الله. هبدأ بقى ان شاء الله هقلبها كويس وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي. هنزل بتوابل هنزل طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، رشة فلفل اسود، وهنحط 7 بهارات. 7 بهارات حلوة اوي بتخلي ريحة حلوة اوي للفراخ او للعصاج يعني. وشوية ملح، ولو حابة لو عندك بقى شوية اللهم صل على سيدنا محمد توابل فراخ برضو حطي بتبقى حلوة اوي. انا عامة حطيت التوابل اللي قلت لكم عليها دي، ملح وفلفل وبهارات 7 وتوابل فراخ، دول بس اللي هحطهم على العصاج بتاعي. ما شاء الله بقى كانت ريحته بسم الله ما شاء الله زي العسل. وقلبي بقى كويس. شايفه يا جماعه الفرخه او الصدر الفرخه ما شاء الله عمل لي كميه حلوه. انا عايزه اقول لكم ان الطاسه دي كبيره والله العظيم ما شاء الله عمل كميه حلوه، وهتشوفوها كمان في قلب الصينيه صينيه المكرونه عسل. قولي بقى عليها صينيه نجريسكو، قولي بقى صينيه مكرونه بالبشاميل، هي بصوا يعني تديكي في اي حاجه او ماشيه معاكي مع كل حاجه. بس هي عايزه اقول لك احلى صينيه مكرونه بالفراخ، طعمها وريحه وحاجه في منتهى الجمال كده، طعمها كان تحفه وعجبت الولاد جدا ما شاء الله ما شاء الله. انا طبعا مش اول مره اعملها، يعني بعملها على طول. لما يكون عندي صدر كده ممكن اعمله صينيه مكرونه، ممكن اعمله صينيه جلاش، ممكن اعمله كفته، ممكن اعمله بانيه، ممكن اعمله اي حاجه. كمان كان عندي 3 فصوص توم، تنزلي بقى بالتوم كده بعد يعني الفراخ تعتبر دخلت في سوا اهي، اتشوحت تشويحه حلوه كده مع البصل والبهارات وكل حاجه. ومعايا كمان معلقه صلصه صغيره وحبتين طماطم بس كده بشرة برضو بنفس الطريقه. وبرضو هقلب كله مع بعض اهو، هقلب كله مع بعضه كده عشان خاطر هسيبها بقى كمان تتشوح تشويحه كده او كله يتسوى مع بعضه وتتسبك تسبيكه حلوه. ونبقى كده خلصنا العصاج بتاعنا او الفراخ بتاعتنا عصجناها كده، هنركنها على جنب عشان نشوف هنعمل ايه تاني. عايزه اقول لكم الريحه خطيره والله العظيم بسم الله ما شاء الله تحفه اهو. خلاص زي الفل زي العسل كده ما شاء الله اللهم بارك. هنركنها بقى على جنب ونخش الخطوه التانية. هجيب بقى حله كده حلوه احط فيها شويه ميه عشان طبعا هسلق المكرونه بتاعتي. عايزه اقول لك كمان لو انت ما انتش حابه تعملي مثلا مكرونه بالبشاميل او مثلا صينيه مكرونه بالفراخ، ممكن تعملي ممكن تعملي طواجن مكرونه. هتجيبي المكرونه بدل ما تعملها بشاميل وحاجات من دي، لا هتجيبي المكرونه برضو تسلقيها وتعملها صلصه وتحطي الفراخ اللي على الصاج دي تجيبي طواجن بقى كده وتحطها تحت في الطواجن وتحطي المكرونه عليها والصلصه.
والصلصه فوق، وضغطتها بورق بقى زبده او ورق ستريتش او ورق نايلون، يعني المهم تغطيها يعني باي حاجه، وتحطها في الفرن. هتطلع معاكي احلى طواجن مكرونه، وتقلبيها وتبقى جميله برضو تحفه. بصي ممكن تعملي حاجات كتير، ممكن تعملي جلاش، صوابع جلاش، تعملي رولات جلاش، ممكن تعملي من خلطه العصاك بتاعه الفراخ اللي احنا عاملينها النهارده ديت، ممكن تعملي منها كريب، تعملي عيش الكريب بقى. لو ممكن تعملي من رقاق، ممكن تعمليه تشتريه او تعملي في البيت، تعملي كام حبه كريب كده في البيت ان شاء الله. هعمل لكم فيديو قريب باذن الله عن الكريب برضو، وهعمله برضو من صدر فرخه برضو، وهنعمل احلى سندوتشات، وهتقضي اليوم برضو. يعني بصي الصدر الفرخه اللي معاكي ده هتطلعي منه حاجات كتير وافكار كتير قوي ان شاء الله. انا هعمل لكم الافكار دي باذن الله كلها عملي باذن الله، وهنعمل وصفات كتيره قوي من صدر فرخه، ووصفات بقى للتوفير بقى ما تعدوش بقى، عشان ما تنعوش هم خالص. واللي عايز ياكل بقى اكل مطاعم واكل، بصوا ان شاء الله مش هخليكم عايزين حاجه باذن الله. هنعمل كل ده مع بعض باذن الله. عايزه اقول لكم انا راجعه بحماس وكل طاقه ايجابيه كده وحيويه، بس شجعوني بلايكات، وشجعوني بتعليقات، وارفعوا لي الفيديوهات يا جماعه، وشاركوا لي الفيديوهات، وقفوا جنبي كده علشان خاطر القناه تكبر بيكم ان شاء الله، هتكبر باذن الله وليكم بامر الله. طبعا حطيت المكرونه، لا لسه ما حطيتش المكرونه، المكرونه جنبي اهي. طبعا المكرونه دي مش كيلو، المكرونه دي حوالي كيلو الا ربع كده. وهعمل شويه بشاميل بقى كده إيه والله كان عندي نص كيلو لبن بس بصراحه عشان يعني المصداقيه انا ضفت على النص كيلو دولت لبن، دول معلقتين لبن بودره، انا عندي لبن بودر وكده بودر، فقمت حاطه معلقتين وزودت ميه، يعني زودت حوالي كوبايه ميه اهو. بص دي اللبن البودر اللي بقول لكم عليها اهوت، دوبته في شوط ميه كده ونزلت بيه. بس عايزه اقول لكم كان مخلي البشاميل دسم وتحفه، لبن البودر ده يا جماعه تحفه بصراحه. يعني مخليه البشاميل دسم وجميل، اكن عاملاه بلبن جاموسي صافي، مع ان انا حاطه يعتبر الربع ميه والتلتين، الربع لبن والتلتين ميه. بس طبعا اللبن البودر نجح معايا الوصفه او رفعها معايا وعلى الدسم فيها. هحط بقى شويه فلفل وشويه ملح، وهنظبط البشاميل بتاعنا. عايزه اقول لك البشاميل مش تقيل قوي، انا بحبه يعني ايه ما يبقاش تقيل قوي كده في المكرونه. انا حطيت 4 معالق دقيق، وحطيت حوالي 5 كوبايات ميه، يعني ما شاء الله انا مكتره يعني الميه السوائل، الميه واللبن اكتر من الدقيق، علشان بس المكرونه تبقى معايا خفيفه كده شويه. بصوا ادي البشاميل اللي معايا كده، جهزت كل حاجه، العصاك خلص والبشاميل والمكرونه سلقتها كمان. وهنبدا بقى نقفل الصينيه بتاعتنا. ادي الصينيه بتاعتي اهي ما شاء الله. الصينيه دي يا جماعه كبيره، الصينيه كبيره ديت 30 في 40 او 30 35 في 45، يعني هي عريضه شويه، من الصواني اللي هي طبعا السلافيز اللي انتوا عارفينها، اللي هي بتاعه التورت والجاتوه، اللي كنت جايباها قبل كده، وكنت عارضه الصواني ديت على القناه يعني وكده. المقاسات والاحجام بتاعها اللي كنت جايباها اما كنت بعمل تورت وجاتوهات وكده. جبت بقى حبه بشاميل كده ونزلت على المكرونه بحالها وقلبتها، ورجعت قمت حاطه حبه بشاميل في الصينيه من تحت كده عشان خاطر تطلع الخرطه بخرطتها كده. برضو هنزود شويه بشاميل كده، او هنرش على المكرونه شويه بشاميل قبل ما ننزل بالعصاج. بصوا بقى يا جماعه شكل العصاج عامل ازاي، والله تحفه وريحته تحفه وطعمه جميل، حاجه كده في منتهى الجمال. هننزل بقى كمان على المكرونه وهنوزعها كويس، وكانت عايزه اقول لك كانت مليانه لحمه وكانت عسل ما شاء الله اللهم بارك. يلا موفرين ولا مش موفرين؟ موفرين كتير، مكلفين وصارفين، يعني اللي يشوف الصينيه ده يقول انت مكلفه وصرف. واحنا عاملينها بس بصدر فرخه او ربع فرخه بس. هوزع بقى اللحمه حلوه قوي على المكرونه زي ما انت شايفه، وهضيف كمان وهرجع تاني احط بقيه المكرونه اهي ما شاء الله اللهم بارك. شكلها تحفه وريحتها في منتهى الجمال والله العظيم. وكوني مولعه الفرن بتاعك بقى كده حلو ومسخناه، علشان هتقفلي الصينيه وتحطها على طول. يا دوبك طبعا كل حاجه مستويه عندنا في الصينيه، يعني هتاخد بس وش من فوق ووش من تحت خفيف كده. شايفين البشاميل اللي عامل ازاي؟ البشاميل جوسي وطري وعسل خفيف كده مش تقيل قوي، وكانت الصينيه تحفه وطعمها كانت في منتهى الجمال. ادي قفلت الصينيه بتاعتي ما خدتش معايا وقت. عملنا فطرنا وعملنا غدانا، واحلى غدا واحلى فطار كمان. امبارح كان ارداحي، فالنهارده مش هيبقى ارداحي كمان اهو. بصوا بقى الجمال. هحطها على طول في الفرن، هتاخد في الفرن من 10 دقايق لربع ساعه على حسب بقى فرنك وعلى حسب ما تحمر. اللهم بارك. ادي طلعت معاها من الفرن زي العسل زي ما انت شايفه، واخده لون حلو قوي قوي ما شاء الله، ولا حطيت بيض ولا حطيت حاجه، هي ما شاء الله واخده اللون ده لوحدها.
تحفه بسم الله ما شاء الله. هبدا اقطعها، طبعا هي كده كمان سخنه، انت لو سبتها هديت عن كده هتتقطع معاك وهتطلع ايه تحفه كمان، مع انها طلعت الخرطه بخرطتها والله، وهتشوفوها قدامكم دلوقتي. بس كل ما بتجمد كل ما بتتمسك معاكي، يعني بتجمد. طلعي الخرطه سليمه ما تفرفتش ابدا معاكي. وانا هطلعها برضو يعني هي سخنه معايا، وهطلعها سليمه وهتشوفها دلوقتي قدام عينيكي. احلى صينيه مكرونه دي ولا لا؟ عيالي اتغدوا وعيالها يتعشوا كمان منها، وما شاء الله اللهم بارك، وهفوت كمان. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهي شايفينها جوسي، والبشاميل جوسي وطري وعسل ازاي، تحفه بسم الله ما شاء الله. طلع بقى قدام كده ونشوف. اغرف على طول طبعا، على طول بقى اغرف على طول عشان احط لهم يتغدوا يعني وكده. والله يا ام نادر النهارده اقول لك ايه، ملكة التوفير. هوفر لكم يعني هوفر لكم. شوفوا شايفين الخرطة عاملة ازاي، شايفين البشاميل اللي عامل ازاي، اللهم صل على النبي عسل. صينية مكرونة دي ولا مش صينية مكرونة بالفراخ؟ ايه رأيكم؟ سموها بقى نجرسكو، سموها مكرونة بشاميل، سموها مكرونة بالفراخ، زي ما تسموها. شايفة الخرطة وجمالها؟ شايفة يا جماعة الخرطة متماسكة اهي، وهي لسه سخن. عسل اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. اهي تحفة.